الباصات الموجودة تعرفوا عملية الأمان والسلامة وإلى آخره. هيدي الباصات الآن تتمتع بمواصفات عصرية من حيث الشق التكنولوجي، اللي هو كاميرات على السائق، كاميرات على الركاب، GPS لتحديد مكان الباص، وغرفة تحكم أساسية للتحكم بعمل كل الباصات. وزارة الأشغال العامة والنقل هي الأكثر إيرادا للدولة اللبنانية بالدولار، وما معي حق مازوت للباصات، مشيهم عماي ما بيمشوا عماي. إذا الموظف اللي عندي مريض وبده يروح يجيب فاتورة من الضمان الاجتماعي وما أعطوه بالضمان الاجتماعي لا يتطبق، وجا لعندي على الوزارة وقال يا معالي الوزير أنا مريض مش عم تحكمني الدولة، في أنا شو بدي أقول له بال 23؟ في اعتمادات بتكفي لصيانة الطرقات؟ ولا في ولا فرنك. بالتالي نحن بهالتجربة ولو كانت تجربة متواضعة بلشنا نقدم نموذج معمول به في كل بلدان العالم اللي هي موازنتها مئات مليارات الدولارات. الطرقات ما فاضت بالمي، الطرقات لم تتقطع أوصال لبنان بالثلوج، حتى ما رضينا نحن الثلج الأبيض يسكر طريق، لا بل بالعكس علقوا إنه حطيت كيسين رامل من عشية، حطيت الكيسين ما حطيت صوت بجور على بتضرر السيارة بس ما بتضرر البني آدم. معناش نحن حق الراجل زفت الرقع جورة.